يلا شريت فيراري بسيمانه صوره ديال القطاع. سيمانه ما خلاوهاش تبرد. ما باقيش تشري لا فيراري لا والو. انا باقي كنقول ناوي نبني قصر ان شاء الله، وناوي ندير الكولينان، وكنضربوا العاقه كثيره من على برا وكندخلوها للمغرب. الحمد لله هذا السيناريو ما طراش. اما كنت كلشي غادي نوقف، كلشي غادي نقول حباس ماشي مشكل. اجي نشوفوا كيفاش غادي نفكوا هاد الجراحات. غنقول لك سيمانه بالضبط من ورا ما شريت الفيراري تلقى الورقه في الضبط. قلت صافي قدر بينت العاقه. وشحال من واحد فسرها لي بحال هكا وعادي هكا فسروها لي الناس. ابخي ملي ديبلاسيت انا عند دار الضريبه، مرحبا بك السي سيمولاي. قلت له بغيت نعرف هاد الورقه هادي ديالاش. قال لي استدعينا كاع لي زانفلونسور، وانت بصيفتك واحد من لي زانفلونسور عيطنا لك باش تخلى. ملي خرجت الخوت من عندهم بديت كنتصل انفلونسور بالانفلونسور. عيطات لك دار الضريبه وعلاش ما قلتيهاش؟ كان كيصحابني بوحدي. المهم الخوت في ديك اللحظه عرفت راسي رانا ماشي بوحدي، ونجيكم من الاخر اذا عمت انا تخيل تجي فيك الدقه بوحدك. وعادي اخ عادي تخلص الضريبه. الضريبه خصك تخلص الضريبه. غادي تجيك الضريبه ديال لي زانفلونسور. الناس جاتهم الضريبه لي زانفلونسور ناري غادي ينزلوا عليهم 30% طا. الدراري البنات كنت غابر هاد البيريود هادي، راكم عارفين الاخوان الوالده هي انا شويه كنت غابر. كان عندي بزاف ديال الجرا مع العائله، وبزاف ديال لي زانفلونسور كيصيفطوا لي اللي خلصوا الضريبه. الخوت نتوما اللي ما عارفينش، هو بزاف ديال لي زانفلونسور في المغرب خلصوا الضريبه، وهذا واحد العبد منهم. انا واحد منهم، واحد من الناس اللي خلصوا الضريبه. تلقى ميساج من انفلونسور اللي ديجا خلص الضريبه 3 سنين هادي خلصها، وعامين هادي خلصها، وعام هادي خلصها. كيكتب لي اخويا السيمو انت الوحيد اللي تقدر تشرح 30%. علاش ما تطلعش تشرحها انت؟ علاش؟ حيت انتو الخوت راكم عارفين بنادم ضارب اللعاقه وما خاصوش يبان ضارب اللعاقه، ولا طلع كيدوي في اللعاقه اجي تسب، لان راك عارف درت الفلوس على دارنا وتكهضروا بنادم كيتفاداها وتيقول لك اخويا السيمو طلع انت اللي تقدر. للاسف الخوت حتى واحد ما دوا وحتى واحد ما شرحت 30%. والناس اللي قادرين يشرحوها وفاهمينها من الاول حتى الاخر 30% ديالاش وعلاش تقاد لهم الحساب وخلصوا بناء على 30%، وهذيك 30% ديالاش. وعندهم الجواب ماشي الناس لي زانفلونسور اللي خلصوا حتى واحد فيهم ما باغي يدوي. ديالاش 30 كلشي واحد هاد الايام هادي 30% مناش 30% ديالاش بان داك الرقم 30. ولكن الخوت اللي تيجيو تيشرحوه بيان سور انا كنحترم كاع الناس اللي عندهم مع التيوري، ولكن كاين اللي عاش البراتيك هو اللي خلص. انا واحد من الناس اللي خلصت، وكاين بزاف لي زانفلونسور اللي كنحترمهم اللي خلصوا، ومن اللي خلصوا عارفين 30% ديالاش. ولكن راكم عارفين الخوت حتى واحد ما كيقدر يدوي على العاقه. حتى واحد الا دوا في العاقه تقول له ضربتي العاقه، وحتى واحد ما بغاكم الخوت تجي تقول له ضربتوا العاقه على دارنا. حتى انت من الناس اللي ضربوا العاقه. علاش؟ كون هو الوحيد اللي تيقول ضرب العاقه هو هذا العبد هذا. ندوزو الخوت لهذا الموضوع هذا وخليونا الخوت ندويو بجديه. تعصبت شويه لان راه اكثر من شهر وبنادم تيسول 30%. لا 30% ما كايناش، لا الاخ كاينه. غنشرح لك 30% ديالاش. وهذا الرقم ديال 30% علاش دار بوم وما كاين ليه حتى شي تفسير. لان الخوت اللي غادي يفسروا ما الخوت اللي غادي يفسروا هما اللي حطوا العاقه، ماشي شي واحد يجي يقول لي انايا كذا كونطابل اكسبير كونطابل. مع كامل الاحترام تبارك الله خدمتكم ناضيه، ولكن اللي عاش وخلص ماشي هو اللي عاودوا ليه. هذا واحد من العباد اللي عاش وخلص. وغادي نعاود لك القصه كامله من الاول حتى الاخر. الا كنتي انفلونسور وباقي ما جاتكش الضريبه، ملي غادي يجيك اشنو غادي يطرى لك من ا حتى لزد، واللي جاتهم اشنو طرى لهم من ا حتى لزد. 3 سنين هادي الدوله ناط واحد النهار قالت لك هاد القماقم هادو ديال لي زانفلونسور كيضربوا العاقه. عيط ليا ليهم سميت، كانت واحد الليسته عيطوا ليها منهم هاد العبد هذا. عيطوا ليا مشيت كتجيك ورقه للدار دوز. مشيت عندك ستوريا ونكمل القصه الخوت بكل اختصار. 3 سنين هادي عيطوا لي انا وبزاف ديال لي زانفلونسور. نعاود على راسي، انا بصيفتي بدلت ديك الساعه الاقامه. كنت مقيم على برا، يعني موضوع الضريبه والفلوس اللي كتضرب على برا المغرب ما تيسولكش عليها وتيقول لك تبارك الله عليك يدخلها وكون راجل، وبالعكس كتبان داعم للوطن. عندك واحد السنه 3 سنين هادي رجعت باش نستقر في المغرب، وضربت 2 سنين متتاليتين في المغرب، وهنا الاقامه ديالي تبدلات. لان القانون تيقول لك البلد اللي كدوز فيه اكثر 180 يوم خلينا من العالم، خليناها في المغرب 183 يوم ضربتيها في المغرب غتخلص الضريبه في المغرب. هادشي اللي تابليكا عليا الخوت. كنت واحد من لي زانفلونسور اللي كانت هي قائمه طويله استدعاوهم. انا واحد عيطوا ليه، واخا كنت ساكن في الخميسات عيطوا لي مشيت حتى لمراكش، ديبلاسيت حتى لمراكش. اشنو خويا السيمو تبارك الله ضربتي العاقه، هادشي زويون ما شاء الله، راه خصك تخلص. انا بيان سور شوف قبل ما نمشي عندهم دزت عند واحد السيد قلت له الله يحفظك بغيت نستافد من التجربه ديالك مع دار الضريبه.
كما ديما الخوت كنصحكم تتمشي عند شي سيد سابقك وداز من ديك الطريقه. السيد هذا لا علاقه، هو ماشي انفلونسور، ولكن هذا من كبار رجال الاعمال في المغرب. ديما عنده قضايا مع الضريبه، وديما عنده الملاير فهمتي، تيخلص الملاير وتيتابعوه في الملاير. مشيت عنده قلت له راه هاد السيمانه غادي ناوي ان شاء الله، السيمانه الجايه غادي نمشي ان شاء الله لمراكش. على قبل دار الضريبه استدعاتني، اشنو صيفطوا ليا قرا الورقه بحال هكا ويقول لي اخويا السيمو غتخلص. قلت له هاجي اخويا واش انا جيت عندك قلت لك ما باغيش نخلص؟ قال لي المهم باش نحط لك هاد الفكره هادي في الراس راك غتخلص. قلت له واش شريف واش انا قلت لك ما نخلصش راه غادي نخلص؟ قال لي اخويا السيمو غنقول لك دار الضريبه هما ناس متعاونين بزاف، غير انت دير بحساب راه غتخلص وما تنطقش بواحد الكلمه ما نخلصش، لان ملي ما تقول ما نخلصش اجيبان لك العين الحمراء باش نجيك من الاخر ما نبقاش نزين لك سميتو. وقال لي ما عاد قلت غادي تخلص وكذا، راه غادي يكون تعاون وناس جد متعاونين. المهم الخوت انا في الاول ما كانش كيصحابني يستدعوني كانفلونسور، كان كيصحابني يستدعوني اللعاقه، ضارب اللعاقه وصافي بانت عليك اللعاقه. وسيرتو الخوت غنقول لك سيمانه بالضبط من ورا ما شريت الفيراري تلقى الورقه قلت صافي قدر بينت اللعاقه. وشحال من واحد فسر لي بحال هكا قال لي اخويا السيمو اون فوا كتسجل شي طوموبيله هربانه، اي طوموبيله هربانه عند سيرفيس ديمين بسميتك راه كتعيط لك الضريبه. لو كان اللي ما كانش انا فهمتها هكا. واون فوا كتسجل شي دار شي فيلا كبيره ولا شي حاجه كيصيفطوها لدار الضريبه، فداك البيرمي دابيتي حتى هو تيصيفطو كوبي لدار الضريبه وعادي هكا فسروها لي الناس اللي دي بيزنس مان. ابخي ملي ديبلاسيت انا عند دار الضريبه قال لي السلام سي محمد صافا بخير كي داير جلس مرحبا بك السي سيمو لايف. عرفتي قلت له بغيت نعرف هاد الورقه هادي ديالاش؟ قال لي استدعينا سي سيمو لايف كاع لي زانفلونسور وانت بصيفتك واحد من لي زانفلونسور عيطنا لك باش تخلص. هكا بدات القصه. انا يا الخوت بكل صراحه والله قالوا لي عيطنا لك كانفلونسور وعيطنا لي زانفلونسور واحد الليست انت واحد منا عيطنا لهم باش نديروا معاهم مراجعه ويخلصوا. ارتاحيت. عرفتي علاش؟ لان اشنو اللي بقى فيا وكان غادي يحقدني، شنو اللي كان غادي يحقدني؟ يلا شريت فيراري بسيمانه تصور هاد اللقطه هادي، ما باقيش نشري لا فيراري لا والو. انا باقي كنقول ناوي نبني قصر ان شاء الله وناوي ندير الكولينان وكنضربوا العاقه كثيره من برا وكندخلوها للمغرب. قلت دابا انا الله شاري الفيراري سيمانه ما خلاوهاش تبرد بوم. الحمد لله هذا السيناريو ما طراش. اما كنت كلشي غادي نوقف كلشي غادي نقول حبس ما الحمد لله هذا السيناريو هذا ما طراش. ملي خرجت الخوت من عندهم بديت كنتصل انفلونسور بلا انفلونسور. عيطات لك دار الضريبه عيطات لك وعلاش ما قلتيهاش خويا السيمو راني شاد الورقه كان كيصحابني بوحدي. لا قلت لها راه قالوا لي كاينه ليسته راه عيطوا لواحد الليسته انا واحد منهم ودونك حتى انت راك في الليسته. المهم الخوت في ديك اللحظه عرفت راسي رانا ماشي بوحدي، راه بزاف ديال لي زانفلونسور قائمه ديال لي زانفلونسور عيطوا لهم ونجيكم من الاخر اذاعه مثلا تخيل تجي فيك الدقه بوحدك. دونك عيطوا لنا كاملين. كنسول في صاحبي تلقى حتى هو عيطوا ليه الاخر حتى هو عيطوا ليه ماشي مشكل اجي نشوفوا كيفاش غادي نفكوا هاد الشراعات وعادي اخ عادي تخلص الضريبه. ما كاينش شي بلاد في العالم يكذب عليك الكذاب، ما كاينش شي بلاد في العالم ما تخلصش الضريبه. دونك الخويا اجي نشوفوا كيفاش هاد الناس هادو غادي يحسبوا لينا الفورمولا ديال 30% اللي حمقات ليا الشعب. قلت لهم واخا الاخوان عطوني الفورمولا باش تقادوا لنا الحساب وتعطيونا نخلص. وقالوا لي اللعاقه اللي دخلتي هي هذه. قلت لهم اييه هذيك هي اللعاقه اللي دخلت بالضبط هي هذيك. قالوا لي ما غاديش تخلصوا اخويا السيمو التيفيا لان انتم بحال كديروا ليكسبورطاسيون ديال السيرفيس. في هذه الحاله هذه ما عندكش التيفيا، يعني عفاو من واحد 20% اللي مع سمعتها قلت الحمد لله هذيك هي مالاش كتخاف. المهم هي واحد 20% مشات. المهم الاخوان هي قالت واحد المعادله باش طاكساوني انا وطاكساو بزاف ديال الشباب كنعرفوهم. هاد 30% المعادله اللي هي سمارت. غنقول لك شنو داروا. يعني التيفيا ما بقاتش، يعني بقاو فلوسك. غنحسبها لك بالضبط شنو داروا. يعني نفترضوا انت 100 مليون، انت عندك في الدخل ديالك 100 مليون. هاد ال 100 مليون هادي باش ما غاديش تجي تحماق عليهم، لان لا بداو معاك راه ممكن غادي تطورها تقول ليه لا وانا راه كنصور فيديوهات اليوتيوب وكندير كذا وراه شريت كاميرا خصني نفاكتوريها وراه شريت كذا وهذاك المصور اللي كيصورني كنخلصو بالشهر ما تدخلهم في هذا الفيلم. لا هما يسالي ولا انت تسالي. هما جاو قال لك اسيدي حنا هذيك ال 100 مليون اللي دخلتي 70% مصاريف. انت مصاريف سافرتي خلصتي طياره مصاريف. انت عندك في الربح هي 30%. وهنا جا الرقم ديال 30%. قال لك غادي نعتبروا بلي البروفيت ديالك من المدخول الفلوس اللي دخلتك 100 مليون سيدي فيها 30% ربح. 30 مليون هي اللي ربح. 70 مليون واخا تبقى عندك ماشي مشكل، هذه كنعتبروها مصاريف. السؤال دابا اللي غادي يكون عندك في الراس هو منين جات هاد 30%؟ علاش غادي يشدوا الربح ديالك
ماشي الربح ديالك، الفلوس اللي دخلتي ودي يعتبروا 30% اللي داير على القصه ربح. منين جيت؟ انا سولت انا هذا السؤال ملي عيطوا لي المديريه العامه للضرائب 3 سنين هادي، عامين هادي وعامين هادي، ملي مشيت عندهم سولت نفس السؤال، منين جات 30%؟ علاش هادي الطاكسيني ب 30%؟ تعتبر المداخيل ديالها تعتبر فيها 30% ربح. اي سؤال، اي سؤال، فهمتي؟ ماشي تمشي زعما تمشي تقول لا راه خليك متعاون. الله يجازيكم بخير، انا بغيت نفهم هاد 30% ديالها. داروا لواحد الدفتر كدا هكا، هو الدفتر ديال الضريبه، سررت ويحل واحد لاباج ويقول لي انت قرا، نتوما لي زانفلونسور اعتبرناكم كتمارسوا هاد لاكتيفيتي هاد لاكتيفيتي الربح ديالها هو 30%، وبالتالي خاص تخلصونا 30%. ديال نعتبروا ماشي تخلصونا، انا نصح في السطوريه الجايه باش بلا ما نعاود السطوريه. عفوا الخوت نعاودها، ماشي غادي تخلص 30%. صبر الربح ديالك، الربح البروفيت ديالك 30%، يعني داك الريفوني هو الفلوس اللي دخلتي في المجموع، دخلتي 100 مليون باش نسهلوا الحساب، غادي يعتبروا 30% هي اللي ربح بناء على ديك لاكتيفيتي. كاين واحد الدفتر عامر بلي زاكتيفيتي دي باج، ماشي كامل عامر بلي زاكتيفيتي، كاين دي باج كيقول لك ها الربح اللي كنعتبروا في كل اكتيفيتي، قهوه شحال، كذا شحال، لاصال شحال، طاطا شحال، الحمام شحال، كل اكتيفيتي دايرين لها واحد البروفيت. الا ما جيتيش ديكلاري ولا كذا تينزلوا معاك تيحسبوا لك بداك البروفيت. المهم تيحسبوا لك بديك النسبه. انا قرات عينيا لتحت كاينين ديزاكتيفيتي 10% و15%. قلت لهم والله عليكم الله يرحم لكم الوالدين، تعاونوا منكم واش ممكن تحطوني في هذه 20؟ ما طلبتش 10 ولكن حطوني في هذه ديال 20، ما بغاوش ومن حقهم. قال لك شوف اخويا السيمو حنا ديجا تعاوننا، حيدنا التيفيا وباقي غادي نتعاونوا معاك في حوايج اخرين، دونك خليك هنايا وزكا هنا. قلت لهم مرحبا، اللي درتو انا نقول لكم فصلوا انا اللبس. انا عارف دابا السؤال اللي عندك في الراس هو شحال غادي نخلصوا من الاخر، انا غادي نجاوبك عليه دابا في هذه السطوريات. دابا الاخ انت دخلتي 100 مليون، شاد دار الضريبه اعتبرت 30% ديالها ربح، وشرحت لكم منين جابوا ديك 30%. 30% انا نهضر عليها السوبعه. دابا انت ضربتي 30 مليون، في هذه الحاله شحال خاص تخلص الدوله؟ خاص تخلصها 38% من داكشي اللي دخلتي. الا درتي الحساب، علاش تقول لي علاش 38% هو الجدول هنايا؟ هذا الجدول هذا ديال الليير، شحال عندك ديال الربح، شحال عندك المداخل اللي دخلتي، ومعتبروا ماشي 100 مليون كامله، اعتبروك دخلتي انت هي 30 مليون هي اللي ديال 70 هي الجرا وكذا والتمارين اللي شريتي ماتيريال، سافرتي، خلصتي تران، خلصتي طياره، هما داروا ديك 70% سير. الله يهنيك، ارى لنا 30 مليون خلصنا منها لان في هذا لوكا هذا. المهم غادي تمشي بهذا الجدول هذا اللي تحت في لوكا ديال 100 مليون. لوكا ديالي انا راك طاح لاباس كون جات هكا، لوكا ديالي خلصت انا 38%. على حساب هذا الجدول هذا راه تلقى 38%. باش تجيك بسيطه الاخ، لان المغربي كيفهم هذا الحساب بحال هكا، وللاسف راه ماشي هذا هو الحساب الصحيح، ولكن خاصك تشرح ليه بحال هكا. في كل 100 مليون غتخلص 11 مليون و4000 درهم. جيتك من الاخر كل 100 مليون كتدخل تخلص على الدوله 11 مليون و4000 درهم. غادي تجيك 114 الف درهم. غادي تقول لي منين جات 114 الف درهم؟ راه هي اللي قلت لك، راه الحساب اللي تيكون جاب الحساب هو 100 مليون كنعتبروا منها 30% ربح. 30% ربح هي شحال؟ هي 30 مليون هي اللي ربح. ديك 30 مليون غتخلص منها 38%، شحال جاتها؟ 38% ديال 30 مليون هي 11 مليون و4000 درهم، هي 114 الف درهم. نتمنى ما نكونش غلط، هي اللي غادي تخلص. يعني الاخ نلخص لك لانه المغربي عزيز عليه، خويا قول لنا شحال الخلاصه في كل 100 مليون. كل 100 مليون دخلاتك 100 دخلات، ما بقيناش في الربح وديك، كل 100 مليون دخلات كتخلص 11 مليون و80 الف ريال كتسناك تخلصها عليه. زوج الفلوس اريده بلا ما تخلع. سمعتي قلت لك وجد الفلوس باش تخلص. دوا معايا واحد الانفلونسور اللي كلا الفلوس دوزو النشاط فردك الفلوس. دوا معايا هاد الايامات هادي، قال لي خويا السيمو راه سمعت انت من الناس اللي خلصوا الضريبه عامين هو تيخلص، الله يحفظك راه انا ما بقاش عندي الفلوس، اشنو غادي يديروا معايا؟ قلت له هاني الاخ سهله، بلا ما تخلع، بلا ما ديرش، بلا ما تفيبري. بالرجوله اللي خاص تعرفها الخوت وخاص يعرفها كلشي، هي الدوله راه ما واقفاش على فلوسك. غير كما قلت لك الجمله ديال ما نخلصش ما تقولهاش، لان غادي تشوف العين الحمراء من الاخر، فهمتي؟ يقدر تشوف الحجوزات، يقدر تشوف الممتلكات ديالك كيتهزوا، يقدر تشوف الكونت بونكير ديالك واقف النكست داي، ما تقدرش تمشي تشيري لا كارت ما حياتك كتوقف. بغيتي تسمع نفسري شنو هي العين الحمراء؟ هي عندك ارض ما تبيعهاش، كلشي غادي تطبلوك، حياتك كتوقف لان انت جيتي بغيتي دير لهم ديك ديالك ما خداماش. ديك اللعبه ديال ما نخلصش غير وان كليك، حياتك غادي توقف. اجي دابا نشوفوا هذا لوكا الصعيب، لانه المغربي تيعجبو لوكا الصعيب. لوكا الصعيب هو انفلونسور 3 سنين هادي، عامين هادي، ضرب اللعاقه، دازو اشهارات لعيبات، كانت ديك الساعه شويه
قضيه محركه بالجهد فهمتي. الدراري ديك الساعه الله الموجه، يعني دراري صغار دي زانفلونسور صغار كانوا كيضربوا اشهارات العاقه من هنا من هنا، ضربوا الفلوس، شراو الدار، شراو طوموبيلات، شراو كذا، عاشوا الحياه. دابا ما بقاوش كيدخلوا مزيان في الوقت الحالي. يلا عيطت لهم دار الطريقه، يلا طلع في لافيشور، اجي الشريف جات وقيتك دوز عندنا. هذا من اجي يخلص هو ما بقاش كيدخل كيما ديك الساعه. الاخ هي الجمله اللي قلت لك، الدوله ما واقفاش على فلوس. كيما تحاولش تتفاهم ما عرفوش وانا غوت في انستغرام، وراه حتى واحد ما غوت في انستغرام. عمر اول مره بعد 3 سنين اجي ندوي في هذا الموضوع هذا. ولي زانفلونسور ما عمر سمعتي شي واحد دوا على هذا الموضوع ولا قال لك وصلاتو الضريبه والو ولا واحد دوا. ندوى الخوت في هذا لوكا هذا الصعيب. السيد كان كيضرب العاقه شحال هادي، كان كيضرب الداكوت العاقه، دابا ولا تيضرب غير الداكا، ودابا يلاه عيطوا ليه. دونك اجي يخلص. اللي نقول لك الاخ بكل خلاصه وبكل عجاله وببساطه، هي الدوله راه ما واقفاش على فلوسك. زعما الدوله ما واقفاش، ماشي ما واقفاش على فلوسك، ما واقفاش على فلوسي. زعما المغرب ما كتاثرش فيه 4 دريال ديالي ولا 4 دريال ديالك الا ما جدوهاش راه تجي نهار الاقتصاد وغادي تموت. لا لا لا، يعني هادشي بغيت نفسر لك باللي الا كيتسالوك 40 مليون خصك تخلصها، راه ماشي دابا، ولا كيتسالوك 80 مليون ولا تيتسالوك مليار. الناس ديال المليار، الناس اللي كيتسالوهم 10 المليار و20 مليار ما تيقوليش خلص دابا، لان الدوله ما وقفتش على الفلوس دابا. انت اللي وقفتي علينا تقول لي دابا تعطيني رزقي دابا. اما لا، الدوله كتقول لك اجي اخويا نقص، اجي غير زكي معايا بحال انا الخوت. والله تعاون منهم. انا قلت لهم واش ممكن تقسموا لي؟ قالوا لي شنو اللي مريحك؟ طلبت غير عام، عطاوني عامين قسموا لي على عامين. المهم الخوت ندوي على التجربه ديالي انا الشخصيه. كاين الدراري صحابي اللي ديبلاصا عند دار الضريبه 3 المرات، وكاين اللي ديبلاصا 12 مره. انا ديبلاسيت 7 المرات باش وصلنا لواحد الاتفاق حبي، لان فهمتي الناس راه عندهمش لا دواصه. ما مسالكش انت الا جلس معاك غادي يعطيك ساعه وسير السيمانه الجايه عاوتاني واجي نكملوا الكونفرساسيون. من هنا تفكر، عندك الوقت باش تفكر. السيمانه لان عندهم امه ديال الدواسه، ماشي تمشي تجلس معاها انت 4 السوايع تفكوا قضيتك. بان السيمانه الجايه. دونك عليها كنت نشرح لك ان قل من 18 مليون ما كنظنش غادي يعيط لك. فهمتي، الا كنت هذيك 30% كتساوي قل من 18 مليون ما تجيبهاش لي هذا بالمنطق ديالي، لان عندهم حتى هما لوكو. هذاك السيد اللي جالس كيدوي معاك راه كتخلصوا الدوله زبالات الفلوس، والاخر ما تيكونش معاك واحد، تكون 2 3. دونك راه شحال على قبل انت داير 2 دريال ما يمكنش، حتى انت راه غادي تصرف مصاريف. دونك ما تجيش تفك القضيه في مره واحده تمشي عندهم. دونك تمشي عندهم وتمشي عندهم. كاين اللي فكر 3 المرات، كاين اللي فكر 12 مره. انا ما عاقل 6 7 المرات. المهم وصلت معاهم لواحد الاتفاق، واحد الاتفاق حبي. سنيناه بجوج، سناو هما، سنيتو انايا. فهاد اللحظه ديال الخوت تمنيت ماشي انا اللي نكون كندير هاد ستوريات، يكون كيديرهم شي انفلونسور اخر ولا شي 10 اخرين تيدويو على التجربه ديالهم وتيعاودوا على اشنو كدا حتى خلصوا. كيفاش كان التعاون ديال دار الضريبه، كيفاش قسموا ليهم، كيفاش كذا، كيفاش كان الخلاص، يعاودوا على كل شيء. ولكن للاسف راه الشهر هذا وانا كنسمع 30% وكنسمع لي كونطابل، كنسمع بزاف تيقول لك اودي 30% ديال القمار، لا ديك الضريبات القمار، لا 30% غير 30% تلاحت حتى واحد ما بقى باغي يجاوب. وبزاف ديال لي زانفلونسور خلصوا وكان ممكن يجاوبوا، ولكن حتى واحد فيهم ما جاوب. علاش تنقول لك؟ راه تنحترم كونطابل، تنحترم اكسبير كونطابل فيديسيير، شي هضره عندك علاقه بالضريبه، ولكن راه كاين الواقع هو اللي عشنا حنايا لي زانفلونسور. وكاين التيوري، كاين التيوري وكاين البراتيك. انا عشت البراتيك، هذا هو البراتيك. هذا هو اول فيديو في المغرب فيه البراتيك، فيه الواقع ماشي النظري، فيه اشنو تيطرا. انا الاخ شرحت لك من بعد سيروجي ماشي هما اللي تيجرجروك، لان حنا في المغرب خاص ترد البال الهضره ديالك، ماشي لانهم تيجرجروك. شرحت لك لان عندهم امه التواصل، امه الشركات، امه الخدمه. كتجي انت تيجلسوا معك واحد نص ساعه سير، والمواعيد انت اللي كتحددها، ماشي كيفرضوا عليك المواعيد. هذه حتى هي نزيدها لك. مثلا كانت عندي واحد السفره فيها شهر على برا وغادي نرجع، قلت لهم واش ممكن؟ قالوا لي خذ راحتك، راه الدوله صاحبي راه ما زرباناش. قالوا لي غير عطينا النهار اللي غادي تجي. اوكي نوطاو، السلام عليكم. مشيت حتى جيت، كنت كنجي في ذاك النهار تلقاو الاخ تيتسناوني، داك الموعد كاين. كنمشي تنجلس السلام عليكم السي فلان، السلام عليكم السي فلان، السلام عليكم السي فلان، عدنا خلينا المره الفايته كذا. وصلنا لواحد الاتفاق حبي، قسموا لي الاخ على عامين. من ورا ما كيقسموا لي كتمشي للبنكه كتجيب دفتر لي تخيط، ماشي دفتر لي شيك، كتجيب الدفتر ديال لي تخيط. قسموا لي على عامين، كل 3 شهور. والله ما عقلتوش كل شهر ولا كل 3 شهور. خليونا الاخ نمشي نطل. يلا فيريفيت الخوت دابا واحد لاصوم خلصتها في الاول ملي سنينا داك الاتفاق الحبي بيني وبينهم. فريمون اتفاق حبي. عند السيناتور خلصت واحد لابارتي، والباقي قسموه لي على عامين في 8 ديال لي تخيت.
تتمشي للبنكه اصلا بعدا اجلنا داك اللقاء 2 السيمانات، لان الدفتر ديال اللي دخلت ما خرجش ليا. معنا الخوت باقي مع واحد البنكه شويه قديمه، ولكن هي اللي حلات ليا الكونت ملي كنت باقي صغير. هي بنكه دايره بحال المقاطعه، كتمشي كتشد واحد الصف كبير، ولكن تيعياو الابناك ما يقولوا لي اخويا السيمو اجي تحل معنا. نهار كنت صغير وكنت محقور وعندي 100 درهم وباغي نحل الكونت، هما اللي حلوا لي باقي معاهم اليوم. انا عندي الوفاء والولاء، نموت معاك الا متي معايا نموت، حلو باقي معاهم الى يومنا هذا. المهم هاد البنكه هادي درت معاهم السيمانه الجايه، ما خرجش لي هاد لي تخيط، اتصلت بهم كان ياخذ وقتك السيمانه الجايه مرحبا صافي خرج لي الدفتر. السيمانه اللي بعدا مشيت عندهم. نعطيك الخلاصه ديال التجربه. كنت مزيان زعما، غير حيد من راسك دوك الافكار ديال العقل. حنا راه عندنا شويه ديك دار الضريبه بحال هكا كتسمع ملي كيقول شي واحد عيطات لي دار الضريبه، كتسمع بحال عيطات لي دار الضريبه، كتخيل تما خدامين شي جنون عندهم القرون، غتمشي غادي يشبحوك وغادي يحيدوا لامك الرزق ديالك، غادي تقول لك وانت كتبكي هكا كتخيل. راه ما كاينش هادشي راه حق ربي فهمتي. كتلقى بنادم ما عرفتش، ما لقيتش كيفاش نفسرها. هكا بنادم كيتخايل. راه شوف تشوف باك كتشوفو واحد السيد بحالو كيشبه ليه خدام في دار الضريبه بحالو عادي، تمشي تلقى تما بحال باك غتلقاه تمايا، ولا بحال امك حتى هي ممكن تلقى سيده. انا لقيت رجال كاين اللي تلقى سيده ملي زانفلونسور اللي طريطاو مع سيدات حاجه تريح الدو وتجي في الهضره وكذا وراه الناس متعاونين. غير انت سير بقى شوف على نصيحه فابور وحق ربي لا تكون خلصتها وما خديتيش بحال هاد النصائح هادو، لان هادشي براتيك. الاخوان يقدر نكون جاوبت على الاسئله كاملين ونقدر نكون نسيت شي حاجه، لان عشت التجربه انا من الاول حتى الاخر ماشي بوحدي. بزاف ديال لي زانفلونسور هما ما يقدروش يديروا ستوريات، راك عارف حنا الثقافه عندنا وكنحترمهم، لان كاينه ديك الثقافه ديالنا كيدوي الفلوس يقول دونك درتي العاقه ولد الكلب على ظهرنا. راك عارف الشعب المغربي درتي العاقه على ظهره، لانه هو ما عندوش مسكين بيزنس ولا شي حاجه بحال انايا بيزنس على برا، كضرب العاقه على برا، عايش على برا، كتدخل الفلوس، كتكون محترم. هو انفلونسور تيضل قدام الشعب المغربي درتي العاقه على ظهرنا بحال ما عرفت فهمتي. دونك هو تيتفادى الصداعات، ما دارش العاقه سيدي صافي، مشى خلص وسكت وداز مع الطريق. هادو ما دواوش بزاف الهضره كنشوف هاد الايامات هادي 30% القمار كذا ديك الهضره كامله غلطه. 30% راه كاينه الخوت، راه شرحت لكم منين 30% البدء ديالها منين جا ان اعتبروا لاكتيفيتي ديال الانفلونسور ربح فيها هو 30%، و30% راه كاينه فعلا. الخوت يقدر نكون نسيت شي حاجه، غندير الستوري الجايه حطوا الاسئله ديالكم تما. لاول مره الخوت كندوي في هذا الموضوع، دابا راه اكثر من 3 سنين وانا كنخلص، ودابا 2025 على الابواب، ولاول مره غادي ندوي في هذا الموضوع هذا، لاني بقيت كنشوف بزاف شي صحابي انفلونسور كيصيفط لي خويا السيمون انت اللي غتشرح انا كنت غابر الخوت، راكم عارفين الوالده عيانه، باش تنفعني انا دعي معايا انا، دعي مع الوالده، دعي مع العائله، تنفعني بالدعاء. ما بعت لك استشاره، ما قلت لك اجي نشرح لك خلصني، ما حتى شي حاجه. انت باش غادي تنفعني الله يرحم لك الوالدين كنطلبك وتعاود نطلبك ادعي معايا. لاول مره الخوت غادي ندوي في هذا الموضوع هنا. راه جواب لبزاف الناس تيقول لك كون كنتو كضربوا العاقه بحالي انايا ما نبانش. علاش ما غاديش تبان؟ لان انت تتهرب من الضريبه. انا اخويا مخلص، انا نجيك المنطق الاخر مخلص، علاش ما نبانش؟ هنا نبان في الضو، انا في الضو كنغوت، انت غادي تبان. كتسناك وانا باغيها فيك هذا الشيء، ونجيك من الاخر لان انت ما كتخلصش. انا باغيها فيك، بان دوز. واهم الخوت من تبان ولا ما تبانش، تبقى السؤال ديالي انا ما نكذبش عليك، بزاف المرات كنحقد تنقول يا ريت كون ما بنتش، يا ريت خرج في الشارع ما يعرفني حتى شي واحد، ضرب العاقه ديال بصح ومريح، ما عرفك حتى شي واحد، طريح. توحشت نمشي لخوتي لماك عمر في مراكش، ماك عمر نضرب لوبيا تقليه كويس داتاي خبيزه 7 دراهم، ولا مفروض عليك واحد البروتوكول واحد الهيلمان، ورغم ذلك كتمشي وبنادم تيقول لك ويلا خويا السيمو واش انت كتجي هنايا؟ لا اخانا كنجي تمايا، واني ان شاء الله باغي نمشي للمغرب الشهر الجاي، وغادي نبقى 60% ديال الوقت اللي بغينا ناكل نمشي لماك عمر، لان الخوت انا تقهرت، ما نكذبش عليكم، تقهرت بديك الحياه ديال لا انت مصحاب الفلوس ما خاصش تمشي بحال هكا، لا انت ما خاصش تمشي علاجك، لا انت ما خاصش تلبس الصنداله، لا انت مصحاب الفلوس خاصك دير بحال هكا. عييت الخوت، عييت. هادي هو السبب اللي نقدر نقول كنحقد. هادي الخوت 80% اللي كتحقدني علاش بنت، 80% اللي كتحقدني علاش بنت هي ما كتقدرش باقي تعيش الحياه اللي انت باغي. بعض المرات انا الخوت كنسى السيمولايف، وانا ما باغيش السيمولايف، وانا ما نكذبش عليكم ما كنحملش السيمولايف،
كنكون مريح مع شي سيد ها 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 كنضحكوا على بريري الداتي تشوف عليه شي واحد فين اخويا السيمو لايف بخير طرالا تنضطر من محمد تولي السيمو لايف وانت كنتي ضارب صنداله وطالق رجليك هكا وجالس عادي وطالقه كتولي خصك تتعيا الخوت بزاف. هذا هو السبب. انا ما كنكذبش عليك يعجبني المغرب، ما كرهتش نعيش حياتي كامله في المغرب، ما نضرب بريري الدا تاعي نعيم، ولكن للاسف ما نقدرش، ما صافي خلصتي الثمن. و20% الباقيه هي داك بنادم تيوقف عليك دبر عليا مراتي عندها عمليه يلا معايا للسبيطار تيبقى 20%، اما 80% وما كتقدرش باقي تريح عند مول التقليه اللي كنتي كتريح عنده ضرب ضباشي كذا، ما بقيتيش ما تقدرش تعيش ديك الحياه اللي كنتي كتعيش، ما تقدر. هذا الكوتي السلبي. الكوتي الايجابي هو الاخ كتحمد الله فين ما مشيت دابا في العالم تيجيو الدراري كيسلموا عليا ضربوا العاقه ديال بصح من الانترنت، صوفوا راسهم صوفوا عائلاتهم. هاد الناس كندي معاهم الحمد لله بزاف ديال الحسنات. خويا سيمو انسبايريتينا، صنعت جيل. شكون هو الراس ديال الهرم ديال هاد البلبال؟ شكون؟ عطيني شي سميه اخرى، عطيني قول لي شي واحد. ما كاينش. انا بغيت تمنيتو يكون راس الهرم، سميه وحده ربط عليك في البال، سيمون الراس اللي بدا البلباله والهيلامان وكل شيء وبنى الهرم. شكون هو هذا اللي من وراء هذا الهرم اللي غاديو تيكبروا الدراري كيتحركوا؟ شكون هذا العبد هذا؟ مع كامل الاحترام، كاين اللي يبغي كاين اللي ما يبغيش. الواقع تيتفرض عليا وين صح ماشي حاجه اللي باغي. هذا الشيء هو اللي كيصبرني انا وتنقول ماشي مشكله الاخ، ضحينا بالحريه ديالنا وبالحياه ديالنا ونعيشوا الحياه اللي بغينا، ولكن راه ربي كيجازي الحمد لله. هادشي باش كنصبر راسي على الخوت في خضم هاد الصداع هذا الخوت. ما كنقبلش واحد متهرب ضريبي حتى هو تيضرب العاقه، الله يسر ليه، حتى هو تيضرب العاقه، ماشي ما تيضربش العاقه، تيضرب العاقه ولكن راه ما كيخلصش الضريبه ومخبع وعايش في الظلام وما خاصش تبان عنده العاقه وعايش مخبع وعايش بلاكاش وما تيحطش فلوسه في البنك. حنا رزقنا كامل في البنك. انا راه مشيت وريت البنادم تيريت ليه من الكيشي وريت راه هي 2 المليار غير مؤخرا، راه في الانترفيو مع المقاول في اليوتيوب حاج وما خلص الضريبه وما كيتسالك حتى شي واحد شي حاجه عليها كتقدر توقف في الضوء. وما تجيش الاخ مع كامل الاحترام، ما تجيش الاخ انت عايش في الظلام ومخبع في الظلام وتقول لي اجي معايا للظلام. اخ انا خلصت الثمن ديال البان في الضوء وخلصتو غالي بزاف ويا ربي اللي عالم بيا. اجي انت عندي للضو ما تقدرش. انا باش نجي عندك للظلام خلصت الثمن، علاش غادي نولي بحالك؟ خلصت الثمن، خرجت ليها ربي اللي عالم بيا، ولكن خرجت ليها. بارطاجيت معكم الاخوان المعلومات اللي غادي يوضحوا لي كل شيء، التجربه من الاول حتى الاخر، وليتي فاهم 30% ديالاش 130% منها ديالاش، كل شيء فهمتي كل شيء. يقدر نكون نسيت شي حاجه، انا عشت التجربه من الاول حتى الاخر، يقدر نكون نسيت فيها شي حاجه اللي حتى هي مهمه بالنسبه لكم. انا غنخلي لكم هنا فين تطرحوا الاسئله، انا مزاول ما طرحش لنا اليوم سؤال الاي كوميرس ديال المايند سيت ديال كذا. الله يرحم لكم الوالدين، عندك شي سؤال في الدومين في التجربه ديالي اطرحوه هنايا، شي حاجه اللي غادي تستافدوا منها ناس اخرين. الا بان لي السؤال مفيد في خلال التجربه هذه غادي نختاروا وغادي نجاوب عليه باش كلشي يستافد. لان الخوت مع كامل الاحترام راه شهر دابا باش بدا هذا النقاش هذا في المغرب، ولكن راه حتى واحد ما جاوب، حتى واحد. وكنحترم اي واحد لان حتى شي واحد ما عاش التجربه، لان التجربه كانت اكسكلوزيف. ما كاينش في دفتر الضريبه شي واحد سميتو انفلونسور، ولكن راه مشاو اعتبرونا في واحد لاكتيفيتي ما بقيتش عاقل عليها اللي فيها ربح 30%. على ما جيش تلقى اللي هادي ما عدا اللي عاش ولا اللي يقدر يقول لك اشنو طرا. وانا خليت لكم بلاصه الاسئله.